مرحبا، أنا لؤي ساهي وأنتم على قناة ساهي استيت. اليوم رحت أنا وأختي ساندرا اكتشفنا بيت مميز ما كنا أصلاً نعرف به هو موجود بدبي. قبل ما يبلش الفيديو نتمنى أنكم تشتركون بهاي القناة وتدعمونا وتفرحونا باللايكات مالتكم، وكلش مهتمين نقرأ تعليقاتكم على هيك محتوى. استمتعوا بهذا الفيديو مثل ما احنا استمتعنا بتصويره. سندورة، عندي سؤال. ليش واحد ينتظر يموت على مود يروح للجنة؟ إذا هو يقدر يسكن بالجنة وهو عايش. تعالوا خلينا نشوف الجنة على الأرض. الجنة تنفتح الباب هيك. Luna de noche canto por ti tú no respondes. احنا بالبلو ووترز دبي، فاحنا اليوم جدا محظوظين ان موجودين بهيج مكان كلش يونيك، سوبر بريميوم، سوبر لكشري. يعني بدنا نحكي على من افخم الاماكن اللي موجوده بدبي، حتى المليونير يحلم بيها. الملياردير يعني يقدر شويه هاي يتحرك عليها. اليوم منو ما يعرف منطقة بلو واترز دبي اللي بيها أكبر دولاب هواء بالعالم، اللي طوله 250 متر و50 شوي اطول من عندك. 250 متر. هاي طلاقة هواء مو دولاب. الماستر ديفلوبر مع هاي المنطقة هو ميراس، اللي هو معروف بمنطقة الجي بي ار ولامير وسيتي ووك وعديد من المشاريع الكبيرة، ومركزين على البيتش فرونت ليفينج، يعني كل الإطلالات الموجودة من البنايات والبيوت هي على البحر. بين البنايات السكنية اكو 150 اماكن مال ريتيل ومطاعم ايضا. وقهوتنا المفضلة مال بورش اصلا مفتحيها هنا، اسمها دريفن، فمن بورش تختار هيك مكان تفتح بيه قهوة، تعرف شنو يعني. بناء بلو واترز هو ايكونيك وراح يظل دائما مودرن. ندخل شوي اكثر بتفاصيل البيوت. اكو 17 بيت فقط، مساحات الافرج مالتها 6600 قدم. شكرا ساندرا. ولدرجة الحرارة قد اليوم؟ اول شيء نعجبنا بيه بهذا البيت هو الاوبن لاي اوت، يعني وين ما تروح الغرف شيء مفتوح على شيء، وتحس انه المساحه مستخدمينها بطريقه تفتح الروح، والاطلاله على البحر عبالك لوحه فنيه فعلا بريث تيكينج. يعني من واحد يطب ويشوف هذا البحر يتخيل انه هذا البحر إله. اذا عندك البحر كله قدامك ما اعرف بعد شو تتمنى من الدنيا. اي والله. يجوز تموت وتصعد للجنه وتقول لا رجعوني ارد اعيش. وغير عن التصميم، الفينيشنج اللي مستخدميه بهذا التاون هاوس شيء يعني اوت اوف ذس وورلد، كلش حديث وكلين ونظيف وكلش لكجري. واكيد يعني لان السعر اللي بدنا نحكي بيه احنا لازم يكون كل شيء نمبر 1 وكل شيء توب كواليتي. ما ادري، جاي اتخيل هيك بيت تصير بيه لمات عائليه، من انت مثلا مسافر وعندك احد كلش مهم بالنسبه لك، تقول له تنزل بالبلو ووترز بالتاون هاوس مالتي. هو ايش راح يقول؟ راح يقول شنو؟ اكو تاون هاوس بالبلو ووترز؟ ترى ما حد يعرف. ماكو منطقه اليوم بالعالم بها بس 17 يعني سامعين مثلا 100 200 اوكي، بس 17 فيري يونيك، يعني اقل من 20، اقل من 18، اقل من 18. شوفي اذا تحسبين زين شويه اكثر من 16. تخيلي اقوياء بالحساب بيت ساهي. ومهما كان السوق يتقلب يصعد او ينزل، سوق اللكشري دائما بصعود، لان دائما اكو ناس عندها امكانيه انه تستثمر بيت احلام، سياره احلام، ساعه احلام، مهما كان الفاينانشال سيتويشن مال العالم. فهو ما يهمه ينزل بفندق، يريد فد شيء يعني سوبر برايفت. ممكن هو شخص في اي بي او شخص خلينا نقول مشهور، لاعب كرة قدم او ممثل، من ينزل هنا وانت مثلا تأجر له هذا البيت، راح يروح على هذا الاوبشن افضل مما يروح على فندق وينزل بلوبي والناس تشوفه وتعرفه. بيت ب6 غرف نوم،
دبل ستوري هايت، يعني الطابق الجوي مفتوح على الفوق، ونحكي على 6 أمتار طول. 620 متر مربع. إطلالة على المحيط وعلى الممشى اللي يسموها برومناد. عندنا تراس كبير برا وبرايفت سويمينج بول. اكو غرفة للشغالة ووير هاوس كبير همين بنهاية البيت. عندنا مكتب فخم جدا فوق. وتراس كلش كبيرة ورا بيها باربيكيو اريا. Better get up on my way. This is start of a new day. Feel fresher than toothpaste. Singing دايننج اريا، والحلو انه بيها برايفسي لان ما حد يشوفك، وعندك دايركت اكسس على السيارة. البيت مؤثث بالكامل وابجريدت من قبل الزبون مالتنا، والاثاث كله يجي مثل ما جاي تشوفونه وريدي تو موف ان، يعني اذا تشتروا اليوم تقدرون تسكنون بيه باكر. عندنا كل الغرف الموجودة هنا ماستر بيدرومز، وكل حمام بديزاين مختلف، وكل غرفة لها ثيم مختلف. contact like somebody. Please take us out of this nonsense. The world end. الواحد احيانا بهذا المجال يحس روحه محظوظ انه يدخل بهيج مكان. صح. بعيدا عن المادة، بعيدا عن الفخفخة، بس اكو اماكن تحسها تحفة فنية. صح. فمثل المتحف، فواحد من يدخل بيها وتعرفين انت قيمتها شنو بالسوق، تحسين روحك محظوظة انه انت من الايجنتس القليلين اللي صح. تقدرين تدخلين بهيج بيت. وكساهي استيت نقدر نمثل عن هيج زبون وهيج بروبرتي، يعتبر هذا الشيء يعني فعلا قصة واو. نجاح بالنسبة لنا. صح. فاشكر التيم مال ساهي استيت اللي دا يشتغلون كل يوم على مود يوصلون لهيج بروبرتيز، ونشكر ثقة الزبائن اللي دا يحطون بيوتهم يمنا وفللهم وشققهم. ونشكركم انتم بالاخص يا احلى متابعين، لانه بدونكم كان ما قدرنا نوصل هيك مرحله. صدقون خلوا على الكاميرا الثانية، ما اعطيناها هواي أهمية. هلو كاميرا هلو ثانية، كاميرا ثانيه، شلونكم؟ شو اخباركم؟ انتوا نفسكم، بس هنا نفسكم. احس قريبين عليكم. قريبين مو؟ اي Blue is sweet, well I truly see love like movie scenes. It's a doozy think, answers on the way. Throw it all away just to feel complete, just for that wonderful ride. هسه ساندرا راح تقولي لي ليش واحد يستثمر بهيج عقار؟ لوكيشن لوكيشن لوكيشن. انتم اليوم دا تاخذون عقار بمكان ما راح ينبني بعد بيه تاون هاوسز. والنقطة الثانية انه احنا اليوم على جزيرة بأي مكان بالعالم، يعتبر هذا الشيء اكسكلوزيف لأن الأراضي بيه محدودة، من تنبني بالكامل الفاليو تزيد تزيد تزيد. عاش حلقك. هذا المشروع ب 17 بيت فقط، فأنت عندك 17 جيران فقط، وتخيل بهيج لوكيشن بهيج يونيكنس منو ممكن يكون جيرانك؟ أكيد مو ساندرا. اكيد مو لا. عندي بس بعد سؤال، تفضل. برا بيتي شنو أقدر أسوي؟ برا بيتك عندك فتنس، عندك حدائق، جاردنز، عندك برايفت بولز، بعد شو تريد اكثر من هيك؟ لا ما اريد شيء، كثر ها؟ الله خيرك، شكرا شكرا. يخبل المكان، واتوقع بس بالافلام هيك شايفه. والله انا ما شايف هيك بيت بحياتي، واتصور هذا الشيء اكثر شيء مميز شايفه بدبي. واتمنى انه ما حد يخابرنا ويريد يشتري، ليش؟ لان انا اريده. بس يحتاج لي فد 200 سنه اجمع. شكرا للمتابعه حبايب، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو، وان شاء الله تحبون بعد تشوفون اشياء من دبي، الاشياء الفخمه واللي خارج من العالم اللي احنا نعرفه ومتعودين عليه. هذا الفيديو راح يخلص هسه بس المهتم خلي يخابرنا.